اللي بيحصل يا جماعة من التحكيم المصري في مباريات نادي الزمالك والمجاملات الفجة والفجور اللي بيبقى لصالح نادي الزمالك في مباريات نادي الزمالك، سواء نادي الزمالك كسب المباراة أو خسر المباراة. اللي بيحصل من التحكيم المصري لمصلحة نادي الزمالك مش بس محتاج إن أنت تغير رئيس لجنة الحكام أو تغير اللجنة كلها أو حتى تغير مسؤولين الكرة المصرية، محتاج إن أنت تجيب لجنة مكافحة الفساد علشان تتهم الناس ديت بالفساد. أنا ما أقدرش أفهم غير ان اللي بيحصل في مباريات نادي الزمالك من التحكيم المصري هو فساد، هو فجور تحكيمي ما ينفعش يتسكت عليه. هو لازم حد يقف للناس دي يا جماعة، وما ينفعش نفضل ساكتين على اللي بيحصل والفضايح اللي بتحصل كل مرة لمصلحة نادي الزمالك وضد المنافسين اللي بيلعبوا نادي الزمالك. في مباراة البنك الأهلي بنشوف ضربة جزاء وهمية بتتحسب لسامسون أكينولا ملهاش أي علاقة بضربات الجزاء، بنشوف طرد على البنك الأهلي سيميوليشن وهو اساسا اللاعب وقع في اللعب عادي جدا وما يستحقش الانذار الثاني وما يستحقش الطرد. كل ده علشان نادي الزمالك يطلع كسبان من المباراه، وبالفعل قدر يكسب المباراه بالتحكيم الفاجر لمحمد عادل. نيجي بعدها الماتش اللي بعدها على طول وفضايح تحكيميه في مباراه الزمالك وسموحه للحكم محمود البنا. الكره اللي اتحسبت لسامسون اكينولا ضربه جزاء في البنك الاهلي في واحده زيها بالظبط لحسام حسن في الشوط الاولاني في مباراه الزمالك وسموحه، لكن الحكم ما حسبهاش محمود البنا ولا حكم الفار الصباحي حسبوها. ليه؟ لان الشك هنا لمصلحه نادي الزمالك، فلازم على طول تتحسب ضربه جزاء في مباراه البنك الاهلي. لكن طالما على نادي الزمالك وضد نادي الزمالك ما تتحسبش ضربه جزاء خالص، ولا اكننا شايفين حاجه وكمل لعب عادي والدنيا زي الفل يا عم الحاج. بيخلص الشوط الاولاني بحلو ومره، بنيجي بقى نشوف الكوارث التحكيميه الكبيره في الشوط الثاني. بعد تقدم نادي سموحه بهدف والنتيجه بقت 1-0 لنادي سموحه، احمد حمدي بيقع وقعه ساذجه جدا داخل منطقه الجزاء. على طول الحكم محمود البنا مستني ان لاعب من الزمالك يقع داخل منطقه الجزاء، فعلى طول بياخد قراره وبيصفر، والصفاره سريعه وجاهزه ومش محتاجه مراجعه فار، وعلى طول بيحسب ضربه جزاء لمصلحه الزمالك علشان الزمالك يقدر يرجع في النتيجه ويتعادل بعد كده 1-1. وممكن في الدقائق الاخيره بعد التغييرات اللي عملها جوميز في الشوط الثاني ان هو يقدر يكسب المباراه 2-1 ويخطف 3 نقاط بالتحكيم المصري كالعاده. ولكن عشان الصباحي على الفار ضميره صاحي قال له لا، تعالى بص على الكوره، المدافع لعب الكوره ما فيهاش ضربه جزاء. وبالفعل المدافع فعلا لعب الكوره، واحمد حمدي هو اللي رايح بالكوره لرجل المدافع، والمدافع بالفعل نجح ان هو يلعب الكوره وبالتالي ما فيهاش اي ضربه جزاء. فالبنا لما راح شافها حس ان هو هيبقى شكله وحش قوي لو حسب الكرة دي ضربة جزاء، فاضطر ان هو يلغيها. يعني لولا الصباحي كان زمان الزمالك متعادل ويمكن كمان كسبان المباراة. تعال بقى للنقطة التانية، ان برضو من حرص البنا الشديد ان نادي الزمالك يتعادل ويكسب المباراة بيحسب تخطي 6 ثواني على الهاني سليمان، وبيحسب ضربة حرة غير مباشرة للزمالك من داخل منطقة الجزاء. يا جماعة ده الهاني سليمان مضيع نص ماتشات الدوري المصري في الست ثواني اللي هو بيمسك فيهم الكوره. الهاني سليمان يا جماعه في مباريات النادي الاهلي بيمسك الكوره فوق ال 15 ثانيه وال 20 ثانيه. مفيش حكم فيك يا مصر، مفيش حكم في الدوري المصري بيحسب على الهاني سليمان تخطي 6 ثواني وضربه حره غير مباشره الا اذا كانت لمصلحه نادي الزمالك. النهارده محمود البنا بيعملها علشان يرجع الزمالك للمباراه، هو عايز يرجع الزمالك باي طريقه. ما عرفتش احسب ضربه جزاء، خلاص هحسب تخطي 6 ثواني وضربه حره غير مباشره على الهاني سليمان. ما هو لازم الزمالك يرجع في المباراه، لازم الزمالك يتعادل علشان يلحق يكسب في الوقت اللي باقي. فانا ما ينفعش اسكت، ما قدرتش احسب ضربه جزاء على طول ابص للست ثواني واقعد احسب 6 ثواني بالثانيه طالما مصلحه نادي الزمالك. لكن لكل انديه الدوري الهاني سليمان زي ما قلت لكم يا جماعه مضيع نص ماتشات الدوري المصري في الست ثواني اللي بيمسك فيهم الكوره. تعال بقى للكارثه الكبيره في الدقيقه 85 من المباراه، حسام حسن بياخد الكره ويسيطر عليها ويحضن عليها كويس جدا، بيتشد من الفانيلا شده واضحه جدا من حسام عبد المجيد. الصوره بتاعتها هنزلها لكم هنا في الفيديو، شده واضحه جدا من حسام عبد المجيد لحسام حسن داخل منطقه الجزاء. الحكم يعمل ايه؟ مش مثلا يروح يستنى الفار، لا، على طول القرار جاهز. انا ما عرفتش احسب ضربه جزاء للزمالك يبقى هحسب طرد للفريق المنافس للزمالك. ما هو حاجه من الاثنين، مش عارف احسب ضربه جزاء، طب خلاص هطرد واحد منكم عشان الزمالك يعرف يتعادل. ما هو انا عايز الزمالك يتعادل باي طريقه. عايز الزمالك يتعادل عن طريق ضربه جزاء تتحسب له غلط، عايز الزمالك يتعادل عن طريق ان انا اطرد حد من الخصم اللي بيلعب الزمالك، عايز الزمالك يتعادل عن طريق الست ثواني واقعد احسب الست ثواني على الهاني سليمان علشان احسب ضربه حره غير مباشره مع انها ما بتتعملش في اي مباراه في الدوري. المهم ان الزمالك لازم يرجع في النتيجه ولازم يتعادل. فالصباحي قال له تعالى يا عم شوفها، دي ضربه جزاء واضحه جدا. راح وقال له لا انا مش مقتنع،
وصمم على قرار وصمم ان هو يسقط حسام حسن. هل الكوره دي يا جماعه لو لنادي الزمالك ما كانتش هتتحسب ضربه جزاء؟ ده كان هتتحسب ضربه جزاء ومحضر في الاسم كمان، مش بس هتتحسب ضربه جزاء. وبدل ما النتيجه تبقى 2-0 لنادي سموحه والماتش يخلص خالص، لا انت بتطرد لاعب من الفريق المنافس. كان ممكن الزمالك بمنتهى السهوله لو مركز شويه يرجع في النتيجه ويتعادل ويكسب، خصوصا ان انت حسبت 9 دقائق وقت بدل ضايع. 9 دقائق وقت بدل ضايع. ما عنديش مشكله في الوقت الضايع، لو الوقت الضايع ده ضاع في قصه الفار ما عنديش مشكله خالص في الوقت الضايع ده. انا عندي مشكله ان انت كل قراراتك لمصلحه نادي واحد، كل قراراتك عايز ترجع بيها نادي الزمالك للمباراه باي طريقه. وعايز اقول لك على ملاحظه اخيره، محمود البنا ده اللي عمل كل حاجه النهارده علشان يكسب نادي الزمالك المباراه، بس للاسف ما قدرش، علشان ربنا اسمه العدل وربنا ما يرضاش بالظلم، لان اللي حصل في المباراه دي فجر تحكيمي وربنا ما يرضاش بيه. علشان كده خلى النتيجه 1-0 لسموحه، وسموحه يطلع كسبان المباراه، لان اي نتيجه تانية غير مكسب سموحه للمباراه دي كانت هتبقى ظلم كبير جدا وظلم بين لنادي سموحه. الحكم بقى محمود البنا ده هو نفس الحكم اللي كان بيحكم مباراه النادي الاهلي مع البنك الاهلي، واللي ما اتحسبش فيها ضربه جزاء واضحه جدا لحسين الشحات لما الكره جت في ايد ايمن اشرف، وتغاضى الحكم محمود البنا عن احتسابها. الحكم اللي بيروح يجري والصفاره بتاعته بتبقى سريعه جدا في ضربه الجزاء بتاعت احمد حمدي الوهميه اللي ما فيهاش اي حاجه، هو نفس الحكم اللي تغاضى عن ضربه جزاء واضحه وصريحه للنادي الاهلي كانت هتخلي النتيجه 4-2 لمصلحه النادي الاهلي ضد البنك الاهلي، وكانت هتخلي النادي الاهلي حسم المباراه تماما. هو ده التحكيم المصري، هو ده توجه التحكيم المصري. اتمنى يا جماعه تكونوا فهمتوا اللي بيحصل في التحكيم، اتمنى تكونوا فهمتوا ازاي الدوري بيتوجه لفرقه معينه. السلام عليكم.